جدة الثانية حتى لا يردعنا الانفجار. وأنا ممتن لشركائنا للمساعدة في عملية إعادة الإعمار. ثمة ما لا يقل عن 41 متجرا تضرر جراء الانفجار، وبينما نقدر حجم الأضرار فبالتأكيد سنحتاج لمساعدات خاصة وكذلك موارد خاصة. وأنا ممتن للولايات التي عبرت عن المساعدة في هذا الاتجاه، وأطمئن السكان وأشكرهم على صبرهم في ظل ما حدث اليوم، في ظل كذلك التحديات التي واجهناها هذا العام حتى نعيد الإعمار ونعود إلى الحياة الطبيعية. وهناك أيضا حظر التجول من 4 والساعة 4:30 حتى اليوم حتى الساعة 4:30 يوم الأحد. وهناك رقم هاتف يمكن الاتصال به ليعود السكان إلى منازلهم، ونحن نسهر على تأمين الشركات والمتاجر في هذه المنطقة. طبعا سنحتاج لبعض الوقت حتى تعود الحياة الطبيعية إلى الجدة الثانية. حظر التجول سيشمل عدة شوارع، والشرطة سوف تتوخى الحذر بالتعاون مع شركائنا لاستكمال التحقيقات الجارية. الهجوم الذي وقع صباح اليوم على مجتمعنا كان يرمي لخلق الفوضى وكذلك الخوف في فترة الأعياد هذه، لكن سكان المدينة أكدوا أن روحهم لن تتأثر، لكن لن يهدأ لنا بال حتى يكون المسؤولون عن هذا الانفجار أمام العدالة. وشرطة المدينة وكذلك بقية الأجهزة تتعاون فيما بينها لإعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة. تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى بعد الانفجار وحالتهم مستقرة ونحن ندعو لهم. واستطعت أن أزور أحد الضحايا، وهي فتاة في 4 من العمر، ليس بها أي إصابات ولا تم إنقاذها، ولكن دعونا نحيي ما قام به رجل شرطة في المكان وغيره الذين سارعوا باتجاه الخطر، وهم كانوا مسؤولين عن الكثير من الإصابات. واستطيع أن أقول أن رجال الشرطة الذين أصيبوا بجروح يتعافون من جروحهم، هؤلاء رجال الشرطة تحركوا بسرعة وطلبوا من الناس الابتعاد عن المكان، وخاطروا بحياتهم. هم أبطال وأنا ممتن لهم ولكل من سارع للاستجابة، وهذا يؤكد مدى أهمية المسعفين وكل من يبادر إلى الاستجابة في اللحظات الأولى. الكثير من سكان وسط المدينة والذين تضررت مساكنهم، أنا أقدر صبرهم وأؤكد لهم أن المدينة سوف تتعافى وسوف نحصل على الموارد لإعادة البناء. وأنا ممتن أيضا للصليب الأحمر الذي يساعد في إيواء من تضررت مساكنهم. وأعتقد رسالة اليوم هي أننا ننتقل من الراحة والارتياح إلى التصميم على إعادة بناء المدينة. سوف نحقق ذلك في عام 2021. ونحن ممتنون للمستجيبين الأوائل، ومرة أخرى هؤلاء رجال الشرطة الذين سارعوا لإنقاذ الأرواح
على حساب حياتهم الخاصة. هذا أمر يبعث على التفاؤل. ولا نعطي الكلمة إلى رئيس الشرطة دريك ليحدثنا عن بطولة رجال الشرطة. شكرا. شكرا السيد العمدة. كما أكد العمدة، هذه الأعمال البطولية هي شيء يثلج الصدر. هؤلاء الرجال لم يعرفوا ما كان ينتظرهم، وهم عندما وصلوا سمعوا النداءات التي تصدر من مركبة الترفيه، وطلبوا من كل من يتواجد في المكان بالمغادرة، وقاموا بإخلاء أيضا السكان في الحي، وهم لم يكونوا متأكدين من القنبلة ستنفجر فورا أو بعد المدة التي حددها النداء الصادر عن أو من المركبة. ونحن طبعا كنا نخشى أن يكون هناك ضحايا، ورجال شرطة أنقذوا الأرواح، وبطولتهم هو شيء جدير بالتقدير. هل تعتقد بأن الانفجار يستهدف أشياء بعينها مثل مبنى AT&T؟ نحن ليس لدينا معلومات بهذا الشأن، ونحن نتبع كل الخيوط المتاحة حاليا. ليس لدينا أي معلومات، نحن نتمسك بكل الخيوط. وعندما حصلت على المعلومات بشأن البلاغ كنت أتوقع أن الأمر بسيط، ولكن سوف نتبع كل الخيوط والمعلومات التي تصلنا لمواصلة التحقيق. لقد وجدنا في مكان الانفجار أشلاء ربما تكون أشلاء بشرية، وسوف نتأكد من ذلك لاحقا. هل تعتقد بأن هذه الأشياء تعود لمن كان داخل المركبة؟ ليس لدينا معلومة دقيقة في هذا الشأن، فالانفجار كان هائلا، ونحن نواصل فحص الأمر للتأكد فيما إذا كانت هذه أشلاء بشرية. حتى الآن ليس لدينا أي تقارير عن سقوط ضحايا في هذا الانفجار. نحن نعتقد أن ربما هذه أشلاء بشرية. نحتاج لفحص ما عثرنا عليه وحتى نتأكد من الأمر. هل تلقيت أي معلومات بشأن تهديدات قبل الانفجار تجعلكم تعتقدون بأن هذا الانفجار كان مخطط له؟ لم نتلقى أي معلومات بهذا الشأن. كان الأمر مفاجئا تماما بالنسبة لي، وعندما حصلنا على البلاغ كنا نعتقد بأن الأمر ربما يتعلق بانفجار أنبوبة غاز أو تسرب للغاز، ولم يكن لدينا أي تحذير مسبق بشأن هذا الانفجار. هذا الانفجار وقع في 6:06 صباحا، وتم التحذير منه. ما ردك على ذلك؟ نحن لسنا متأكدين من الهدف من وراء ذلك كله. نحن ليس لدينا معلومات أكيدة. نحن رأينا أن هناك بعض الانقطاع في الخدمات مثل خدمات AT&T. أرجو أن تطرحوا السؤال الأخير لرئيس الشرطة، وهذا هو السؤال الأخير لرئيس الشرطة. شكرا لكم.
مساء الخير. أعرف أن ثمة الكثير من الأسئلة. مشاهدينا، كنا معكم في هذا النقل المباشر للمؤتمر الصحفي لعمدة ناشفيل جون كوبر وأيضا لرئيس شرطة المدينة. وقال عمدة المدينة إن الانفجار بسبب قنبلة فجرت عمدا وأدى الانفجار إلى إصابات وأضرار جسيمة. قال أيضا أنه لا سقوط لعدد كبير من الضحايا وسنقدم المسؤولين عن الانفجار للعدالة. هناك 3 إصابات قال، وهناك خطة لفرض حالة الطوارئ في الولاية قيد البحث. وتحدث عن 41 متجرا تضرروا وحجم الأضرار الكلي سيحتاج لموارد حقيقية بحسب العمدة. سنعيد الإعمار أيضا ونعيد الحياة لطبيعتها. وتحدث عن أن هناك حظر تجول في المدينة من الساعة 4:30 مساء وحتى يوم الأحد الساعة 4:30 أيضا، وأن الهجوم كان يرمي لخلق الفوضى والخوف مع أعياد الميلاد. وتحدث كما أشرنا إلى إصابة 3 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى، بينهم فتاة في 4 من عمرها. رئيس الشرطة مشاهدينا تحدث أيضا عن أن رجال الشرطة سمعوا نداء من داخل الحافلة التي انفجرت، وهذا النداء كان يحذرهم من أن القنبلة ستنفجر بعد 15 دقيقة بحسب بعض الأخبار. وهناك المزيد من التفاصيل نناقشها في سياق النشرات المقبلة. بالعودة إلى سياق نشرتنا مشاهدينا، ضبطت السلطات الإيطالية في مدينة نابولي كمية كبيرة من المخدرات تتبع ميليشيا حزب الله اللبناني وفق ما أوردت وكالة نوفا الإيطالية. شرطة المدينة